التاريخ ليس مجرد قصصاً، بل هو أحداث قد صنعت العالم الذي نعيش. من نهوض الإمبراطوريات إلى سقوطها، ومن الاكتشافات إلى أسرار الحروب والصراعات، سوف نغوص في أعماق سنروي لك التاريخ كما لم تسمع وترى من قبل. استعدوا لكي نكتشف أسرار الماضي وحل ألغازه. السلام عليكم يا أحلى ناس، وأهلا وسهلا بيكم في قناة رحلة عبر التاريخ. القناة اللي فيها هنرجع بالزمن ونسافر لأيام ما كناش نتصورها غير في الكتب، بس هنا هنعيشها كأننا كنا هناك. ليه بنرجع للتاريخ؟ علشان نفهم إحنا جينا منين ورايحين على فين. ومش هنحكي حواديت وخلاص، لأ، ده كل حكاية وراها درس، وكل حدث ليه معنى. التاريخ مش مجرد قصص، دي خريطة حياتك. اوعى تفتكر التاريخ هو حواديت عن ملوك زمان وخلاص، ده مرآة بتورينا احنا كبشر اتطورنا ازاي. يعني لما تسمع عن الفراعنة او العباسيين تعرف ان التقدم مش جديد علينا، احنا اللي علمنا العالم. واللي مش عارف اصله هيعيش طول عمره ضايع وسط الزحمة. بص على اليابان، بعد الحرب اتدمرت لكن رجعت ووقفت على رجليها لأنها فهمت ماضيها وتعلمت منه. التاريخ بيعلمك تشوف بعين غيرك. لما تقرأ عن ناس عاشوا قبلنا، ناس حلموا وخسروا ونجحوا أو حتى اتظلموا، ساعتها هتبدأ تحس وتفهم. تاريخ الأندلس مش بس قصة حضارة، دي قصة ناس ضيعوا كل حاجة بسبب شوية خلافات داخلية. يعني مش كل سقوط سببه عدو خارجي، ساعات احنا بنهدم نفسنا بإيدينا. اللي ما يعرفش تاريخه بيغلط نفس الغلطة كل مرة. قد إيه بنسمع عن ناس بتعيد نفس الأخطاء علشان مفيش وعي ولا حد فكر يتعلم من اللي حصل قبل كده. نابليون وهتلر مثلا، الاتنين وقعوا في نفس الفخ لما هجموا على روسيا في عز التلج. ما تعلموش فخسروا. انت بقى هتتفرج ولا هتتعلم وتفهم؟ التاريخ سلاح، إما تستخدمه أو يتاخد منك. اللي ما بيعرفش تاريخه غيره هيكتبه له على مزاجه. في ناس بتنسب حضارات مش ليها، وفي ناس بتحاول تطمس هوية شعوب كاملة. وانت لو مش عارف الحقيقة هتصدق الكذبة. وعلشان كده التاريخ مش رفاهية، ده سلاح دفاع. التاريخ مش بعيد، ده حواليك. التاريخ مش بس في المتاحف، ده في الشارع اللي ساكن فيه، في صور جدك، في حكايات أمك. يمكن جدك كان من أبطال أكتوبر، ويمكن الشارع اللي ماشي فيه شاف أحداث عمرها 200 سنة. يعني التاريخ مش بس زمان، ده دلوقتي. اللي يفهم تاريخه يعرف يخطط لبكرة. الدول اللي درست أخطاء الماضي عرفت تمشي صح وتكمل طريقها. يعني مش لازم تقع علشان تتعلم، في غيرك وقع قبلك، وانت ممكن تتفادى الحفرة لو قريت التاريخ. التاريخ بيخليك فخور بنفسك. عارف يعني ايه تبقى حفيد الفراعنة؟ يعني اللي بنوا الأهرامات، اللي كان عندهم طب وهندسة وفلك، وانت امتداد ليهم. ساعتها مش هتشوف نفسك قليل، هتشوف انك من ناس عظماء ولازم تكمل المشوار. اللي ما يعرفش يصدق أي كلام. في ناس بتصدق الإشاعة أسرع من المعلومة، بس اللي فاهم تاريخه مستحيل يتهز بكلام فاضي. الاستعمار مش حضارة، واللي حصل في فلسطين مش أزمة عابرة، بس لازم تبقى واعي علشان ترد وتواجه. كلنا بنكتب التاريخ، صدق أو لا، كل حاجة بتعملها ليها تأثير. كل موقف، كل فكرة، كل كلمة ممكن تبقى شرارة لحاجة كبيرة.
أنت جزء من الحكاية، فخلي ليك بصمة، ما تعديش كده وخلاص. يعني باختصار، التاريخ مش حكاية نسمعها وننساها، ولا مادة نذاكرها علشان ننجح ونرميها ورا ظهرنا. التاريخ هو احنا، هو اللي شكل اللي احنا عليه دلوقتي، وهو كمان اللي ممكن يغير اللي جاي لو فهمناه صح. لو تجاهلنا التاريخ هنعيش تكرار لأخطاء اتعملت قبل كده، لكن لو فهمناه هنفتح لنفسنا باب لمستقبل أفضل، واعي وراسي ومبني على جذور قوية. في قناة رحلة عبر التاريخ مش بس بنحكي، احنا بنرجع نكتشف ونتعلم ونفهم. اشترك وفعل الجرس علشان تفضل دايما معانا في كل رحلة من غير ما تتحرك من مكانك. أنا عبد الله محمد، ودي كانت رحلتنا المرة دي. استنوني في حلقة جديدة من رحلة عبر التاريخ، وما تنساش اللايك والاشتراك والكومنت، وشارك الحلقة مع أصحابك، علشان التاريخ لوحده مش كفاية، لازم نتكلم عنه مع بعض. أشوفكم على خير، مع السلامة.